اكيد قبل اي بطولة كلنا بنتوقع مين هيفوز بالبطولة، بس موسم 2004 كان عكس التوقعات تماما. خلينا نبتدي باول بطولة، وهي كانت دوري ابطال اوروبا، واللي ساعتها بورتو بتقدر تحقق اللقب. ومفاجأة ما كانتش في البطل بس، الوصيف كان موناكو. وللمعلومة ده كان اول بطولة قارية لجوزيه مورينيو. تاني بطولة معانا هي يورو 2004، اللي ساعتها اليونان بتقدر تحقق اللقب على حساب البرتغال في مفاجأة من اقوى مفاجآت البطولة. البطولة الثالثة هي الدوري الانجليزي، اللي ساعتها ارسنال حققت اللقب بدون اي هزيمة، وعلى فكرة ده واحد من اعظم اجيال ارسنال. البطولة الرابعة هو الدوري الاسباني، اللي ساعتها فالنسيا بتحقق اللقب بفارق 5 نقط عن برشلونة في المركز الثاني، وبفارق 7 نقط عن ريال مدريد في المركز الرابع. البطولة اللي بعد كده وهي دوري ابطال اسيا، اللي ساعتها اتحاد جدة بيحقق اللقب بريمونتادا ولا اروع في ماتش العودة 5-0. نابولي بينزل الدرجة الرابعة بعد موسم سيء جدا بعد اعلان افلاسه. واخيرا شيفتشينكو هو اللي خد البالون دور 2004. وما تنساش تعمل لايك. شكرا.